الأحسن فاز والملط خسر، وهو ده الزمالك الحقيقي، ملط. الكاس لاتحاد العاصمة الجزائري، واللطم والولولة للزمالك وإعلامه كالعادة. الأحمر قد بالأبيض. مبروك لاتحاد العاصمة، مبروك للجزائر، مبروك للكرة الجزائرية والجماهير الجزائرية. ولا عزاء للزمالك وحكامه وإعلامه ووزاراته وبرطمانه، ولا عزاء للي عايزين يغيروا خريطة مصر وشكل مصر وشعب مصر. اتحاد العاصمة أدبهم، أدب الزمالك في الماتش وأدب الزمالك بعد الماتش. 2000 جزائري فقط في مدرجات استاد القاهرة غطوا على 60,000 زملكاوي داخلين ببلاش، ومعاهم 5 أتوبيسات من جمهورية شبين. بركلات الترجيح اللي الزمالك اتعود ياخد إفريقيا بيها خسر بيها. اللي خد بيها كاس السوبر الإفريقية من الأهلي 2024 وخد كتير كاس السوبر المصرية من الأهلي، امبارح الجزائريون أدبوهم في الركلات. من 8 سجلوا 8. تخيلوا بعد الماتش بعد ما كسبوا 8-7، عبد الله السعيد رايح لمحمد عواد بيقول له كده بالحرف الواحد: 8 بنالتيات ما تصدش منهم واحدة. راح رايح يضربه حسام عبد المجيد، تدخل بسرعة شديدة وأنقذ الموقف. إنما لازم تعرف حاجة رئيسية: فريق الزمالك بيلعب على أرضه وسط جمهوره 60,000 داخلين ببلاش و5 أتوبيسات جمهورية شبين. فتحوا لهم كل المدرجات، طلعوا لهم كل الأتوبيسات. كامل الوزير سخر وزارة النقل امبارح تماما لصالح الزمالك. وحكم جابوني اتشو على قد ايديهم، حكم حسب لهم بينالتي في أول دقيقتين، بينالتي ما حصلتش في تاريخ الكاف في أول دقيقتين، ولا اتخلق بينالتي اسمه آدم كايد. الزمالك كسبان 1-0 بعد 4 دقايق وبيلعب ضد ال11 على دوري الجزائر. اتحاد العاصمة في أضعف مواسمه. من يومين طلع خالد الغندور وقال الكونفدرالية ب40 دوري ممتاز، وطلعوا في قنوات تانية وقالوا الكونفدرالية مجد للزمالك والكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال السنة دي وي. امبارح بعد ما خسروا الكونفدرالية ولحد دلوقتي الموسم بتاعهم 0-0، يعني أكتر نادي في إفريقيا كلها اشترى لاعبين في هذا الموسم موسمه لحد دلوقتي 0. طلعوا امبارح يقول لك الحي أبقى من الميت، الدوري أهم من الكونفدرالية، احنا بنلعب على الدوري البطولة الحقيقية. طارق يحيى قاعد يعيط وشوبير بيسأله، قال له اسأل هاني أنا مش عايز أتكلم، اسأل هاني أنا زعلان. وطارق السيد ضرب بوز، وائل الأباني قال كان هيتخانق مع عبد الواحد السيد على الهوا، قال له انتوا كذبتوا كذبة وصدقتوها، اوعى الزمالك ملط. سبحان الله، فتح الله والله العظيم. بيقول لك دي آخر إمكانياتنا، بيلعبوا ال11 على الدوري الجزائري ويقول لك دي آخر إمكانياتنا. سبحان الله. الحقيقة الحمد لله إن كل حاجة بتبان وكل حاجة بتتضح عشان الناس تعرف راسها من رجليها.